بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي متابعيني دايما مشرفيني ومنوريني في قناتي. يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. طبعا النهاردة بداية الأسبوع ما شاء الله، احنا في يوم السبت ده موعودين ناكل السمك ما شاء الله. نطلع من نهاية الأسبوع ناكل السمك النهاردة ما شاء الله. وما أحلى سمك النهاردة، جميل ما شاء الله. البور الجميل دوت ما شاء الله طلع حلو قوي قوي في الشاوي، ومن حد مضمون منه ما شاء الله. السمكة حلوة بلدي جميلة ما شاء الله طازة. فتعالوا النهارده نقول نشوف نعمل ايه. الرز بشعرية الأول اللي يليق مع السمك الجميل ده. تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. مبدئيا كده نحمر الشعريه بتاعتنا زي ما انتم شايفين في زيت. في ناس بتقدح زيت الاخر، وفي ناس بيحطوا شعريه الاول وبيحمروها كده في كميه زيت بسيط. فاللي انت يعني اخده عليه تعمليه. طيب نشوف بقى النهارده عملنا الشعريه الجميله دي الحلوه ده بشويه رز كده صغيرين كده، عشان خاطر في ناس تانية بتاكل رز ابيض زي ما انتم عارفين. فان شاء الله هنغلف الرز كده مع الشعريه زي ما انتم شايفين كده من الزيت كده، عشان يبقى ايه عامل ارضيه الحله كده كلها ما شاء الله ايه. ارضيتها حلوه حتتها كده زي ما بيقولوا اللي هم ايه مع السمك كده بتبقى طعمها حلو. طيب عملنا غلفناها زي ما انتم شايفين كده. هنحط بقى الايه الميه. انا عارفه الرز بتاعي بيبل شويه الاول يجي 10 دقايق كده، عشان خاطر ايه الميه بتاعته بظبطها، لان لما تبلش بيقعد ياخد ميه كتير عشان الرز زي قديمه وكده. فانا مظبطه الرز بتاعي، عارفه لما يتبل 5 دقايق من 7 ل 8 دقايق كده بياخد ميه ايه. عارفاها الميه اللي بحطها له بيبقى لا يطلع طري ولا يطلع ايه يعني رزايه كده محصلمه، لا. بعد كده بقلبه زي ما انتم شايفين كده. لو لقيته ناشف، في ناس بتقدح زي ما انا بقول لكم بحط له كميه زيت في الاخر كده عشان ايه اللمعه بتاع الرز يا حبايبي. طيب عملنا رزنا الحلو كده. هنروح نشوي بقى السمك. هنهدي عليه البوتاجاز خالص، وهنروح نشوي السمك بتاعنا الجميل ده، عشان ايه لا سمكنا يتغلط عند الفران ولا يتشوي بنشاره ويبقى طعمه مش احسن حاجه، ولا ونوفر غلو الافران زي ما انتم عارفين الشاوي. فهنشوي عندنا النهارده. غسلناه وصفيناه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده ولعنا الفرن نار بصوا يعني معقوله متوسطه، عشان السمك بتاعنا ما يتلسعش وياخد لون بسرعه. ويبقى لسه ايه قلب. انتوا عارفين الجران الكبير ده يا حبايبي او البور الكبير ده بيبقى ايه يعني عايز نار هاديه عشان خاطر ايه يستوي كده. مش ممكن يتلسع من بره ويبقى لسه قلبه ايه مش احسن حاجه. فبنسيس كده في النشو كده ما شاء الله على نار هاديه عشان خاطر يستوي. وان زي ما بيقول كده ايه يعني على جنب كل جنب كده ياخد لون حلو، وبرده ما يتلسعش مننا زي ما انتم شايفين. ما احلى الشوي بصراحه في الفرن الفلاحي يا جماعه. بصراحه طعم وريحه وحاجه ما فيش بعد كده. احسن من الفران مليون مره. بس يا ريت حد عنده اي مكان يعمل فيه فرن صغيره كده، بس هو على حسب المكان بقى. طيب يا حبايبي خلاص شوينا سمكنا ما شاء الله كده. لا سمك مش ملسوع ولا محروق. بعد كده بنحط له تتبيله بقى عامله معايا في البتاع ده كمون كزبره ناشفه شطه وملح على الناشف كده، وبملح على الناشف بيطلع سخن نار كده من الفرن. برش عليه هو سخن واعصر الليمون عشان خاطر ايه يعني عصير الليمون ده مع السخونيه بيمتص ايه الملح ده اللي هي التتبيله دي. لو وصلتوا مع المقطع ده حطوا لكم كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديوهات دي، وفعلوا زر الجرس عشان كل اشاراتنا توصل لكم باذن الله. واللي لسه ما اشتركش في القناه بتاعتنا يا ريت يشترك. دايما اشتراككم بيسعدني وبيفرحني. تفاعلوا مع الفيديو يا جماعه عشان ايه يعني يصير لنا مشاهدات عشان خاطر القناه. يا رب فيديوهاتنا اعجابكم تبقى عند حسن ظنكم. اشوفكم دايما على خير. مع السلامه.